السلام عليكم. أنا أحمد التميمي، وأشارككم قصتي مع الاستغفار وسورة البقرة التي تمثل خلاصة سنة و14 من المعاناة ثم الفرج. أسأل الله أن تكون عبرة لكل من ضاقت به الحياة، البداية المريرة وضغوط متراكمة. بعد تخرجي من الجامعة عملت لفترة قصيرة، ثم تركت العمل بسبب المضايقات. هنا بدأت الضغوط المالية تتفاقم بشكل هائل. دخلت في تجارات عديدة، لكن مصيرها كان الخسارة أو النصب، مما ورطني في قضايا ومشاكل قانونية، حتى وصل الأمر إلى إيقاف الخدمات. لم أتزوج بعد، وعانيت من أمراض متفرقة رغم أنني ما زلت في أواخر العشرينات. كنت أحاول جاهدا أن أحل هذه المشاكل بالعبادات التي أعرفها. قرأت القرآن، صمت وصليت، كنت موقنا بالأجر. لكن المفاجأة أن المشاكل لم تحل، بل كنت أشعر بحاجز بيني وبين الله. كلما دعوت شعرت بأن الدعوة ترد إلي. حتى التجارات التي ظننتها ناجحة كانت تعود وتخسر. كنت أظن أن الأمر كله يتعلق بالشطارة، ولكني اكتشفت لاحقا أن الموضوع أكبر من قدرتي بكثير. لحظة التحول والتساؤل الحقيقي. شاهدت مقطعا يتحدث عن سورة البقرة. في البداية ظننت أن مشاكلي هي سحر تعطيل أو حسد وعين، فبدأت أقرأ سورة البقرة مرة واحدة يوميا. استمريت على ذلك ما بين 40 إلى 60 يوما. بدأت أشعر ببركة في حياتي ووعي اتجاه ذنوبي، لكن في المقابل ساءت تجاراتي ودخلت في حرب جديدة. زادت المشاكل سوءا، واكتشفت أن الله كان ينورني بوجود أموال وتجارات مشبوهة كانت السبب في تعكري. زاد الصراع وزادت المعاصي والوقوع في ذنوب الخلوات. طال الأمر طال الأمر بي حتى وصلت إلى حالة من اليأس والتفكير بالانتحار، فقد ضاقت علي الدنيا من كل اتجاه. في تلك الليلة الحاسمة صليت ركعتين وتوجهت إلى الله ببكاء، وصرخت قائلا: كلا، إن معي ربي سيهديني. وفي السجود الأخير أقسمت على الله بحرقة: يا رب، أقسمت عليك بلا إله إلا الله التي من أجلها خلقت السماوات والأرض أن تدلني على ضالتي. في صباح اليوم التالي أراني صديقي مقطعا للأستاذ محمد حجازي، وكان يتحدث فيه عن أن التعطيل سببه الذنوب، وأن التوبة السريعة التي اهتدت عليها كانت خاطئة، وأن هناك ذنوبا لا تترك إلا بسورة البقرة 4 مرات. شعرت كأنني ظمئ رأى الماء. أدركت أن مفتاح الفرج هو لزوم الاستغفار بصدق مع التوبة عن الذنوب. قررت ألا أضيع عمري، وتعهدت على نفسي ب30,000 استغفار يوميا وقراءة سورة البقرة 4 مرات. بدأت أتخلص من الذنوب التي أقدر عليها وتلك التي عجزت عنها، كالتدخين وذنوب الخلوات. تركتها ببركة سورة البقرة والاستغفار. حصاد الثمرة: الفتوحات الإلهية. استمريت بجهد واجتهاد في هذا الورد لمدة 6 أشهر، وبعد هذا الإصرار بدأت الفتوحات. سداد الديون: في الشهر السادس تفاجأت بأن دينا علي بقيمة 75 ريالا سعودي قد سدد بالكامل. جزء منه سدده شخص لم أكن أعرفه تماما، والجزء الآخر سدده أخي فجأة من حيث لا أحتسب. رغم ثم تم رفع إيقاف الخدمات عني. الرزق المفاجئ: بعدها بفترة حصلت على 10,000 ريال وهدية جوال آيفون، ثم جاءني مبلغ 150,000 ريال إرثا من والدي. لقد بدأت الفلوس تظهر من كل مكان. تيسير الأمور المعلقة: سيارتي التي كانت متعطلة وعليها مشاكل قانونية ل3 سنوات اشتراها مني أخي بمبلغ 18,000 ريال، وفي نفس التوقيت سدد لي أحد إخواني
وفي نفس التوقيت سدد لي أحد إخواني جميع مخالفاتي المرورية. العبرة الأهم كانت أن تجاراتي التي خسرت فيها اتضح لي بعد سنة من سورة البقرة أنها تجارات مشبوهة وفيها حرام. كنت أظنها شطارة، لكن الله أبعدني عنها. لقد مرت سنة وأربعة أشهر، وحياتي تغيرت 180 درجة، وتغيرت صحبتي للأفضل. أنا لم أتوظف أو أتزوج بعد، لكني متفائل جدا بتحقق الأمرين هذا العام، لأنني أصبحت موقنا بأن الله كافيني. رسالتي إليكم: لا تستسلموا لليأس. متى وجدتم الاستغفار فقد وجدتم مفتاح كل شيء.